السلام عليكم. حلقة جديدة من برنامجكم الحسين يقود الحياة. نتكلم اليوم عن نظام التفاهة والمجالس الحسينية، متناقضين طبعا. بهذا الزمن السريع نزل كتاب نظام التفاهة للفيلسوف في تورنتو الكندي من جماعتنا ألان دورو. تكلم يقول، وطبعا كلامه كله صحيح، يقول كل اللي تشوفوه بالحياة حاليا واللي طفوا على السطح والمشاهير التيك توك والسوشيال ميديا والإعلام هم كلهم الناس التافهين. عذرا، يعني أنت تشوف ما يسموهم جماعة الفاشل أنا أسميهم، أو تيك توكر، ما ايش يسموهم هذول، حتى اسمائهم غريبة يعني، يتابعون ملايين. تيجي تشوف المحتوى مالته يتعمدون أن يكون تافهين. يتعمد، هو ما يعرف يخلي كلمة على كلمة، ما يعرف يوصل معلومة حقيقية، ما يعرف يفيد الناس. بل أحدهم التقيت به في مكان ما أنا ما أعرفه والله، ما تابع ذول الناس تافهين. فصديق لي قال لي هذا معروف كلش. قلت له معروف؟ قال هذا اللي طلع. قلت له يعني شنو بسوي؟ أنا هم صدقت والله. قال لي قلت له شنو اللي جاز بسوي؟ يعني في عالم نفس مثلا، طبيب، مهندس، مدرس فايد للطلاب مالته، مسوي له منظمه انسانيه فايد الايتام. قال لا ذني مو من بحالهم. قلت له شنو؟ قال اي ذني من بحالهم. قال هذا فد مره طلع كل شيء يضحك، يعني مره طلع اجلكم الله ضارب نفسه بالنعال. قلت له تحكي صدق يعني؟ قال لي ما معقوله؟ قال اي. من سأل هذا الشخص سائله، قال لي ما لقيت فد شيء يضحك الناس فضربت نفسي. شوف هاي الاستهانه بالنفس الانسانيه وبالروح، ويظل يضرب نفسه. ليش ذولي طفحوا؟ طبعا اكو اسباب كثيره. على قولة المخرج المصري حسن امام من سيلو، قال انت ليش تسوي افلام هابطه، افلام مصريه بالسبعينات مستوى هابط؟ قال لهم الجمهور عاوز كذا. جزء كبير هو الجهل والتجهيل عند المجتمع، اللي يريد في الشغلات تافهه لان هو مستواه هابط، ويقول لك انا ما اريد الضغط مع الناس والفلسفه والدين، اريد اطلع، اريد اضحك، حتى يضحك على نفسه، حتى يضحك على افكاره. وهو هذا المطلوب من الجهات الداعمه. الجهات الداعمه مين؟ مو مؤامره. انا ما لا اؤيد نظريه المؤامره في كل شيء، لكن ما انفيها ابد. انت الشعب من يكون مستواه هابط واكو جهل ويصير تجهيل يعني جهل متعمد، السيطرة عليه تصير صحيحة. ومو كان ما يصير الناس المخلصين والناس العباقرة والفلاسفة ورجال الدين المحترمين والناس المتميزة بالمجتمع من يكونون هم اللي على السطح، الناس تتأثر بهم قدوة. وهذا موضوعنا حسين. هذا الشعب صعب السيطرة عليه، المفاتيح مالته تصير صعب، قفالتها قوية، يعني ماكو أي مفتاح يجي فك. بس من الشعب تافه تمشي عليه. اللي دا يتعمد هم جماعة السوشيال ميديا، وهذا الناس كلها بيدها السوشيال ميديا، كلها تسوي تمثيليات وتشوف يطلع زوجته، يطلع ابنه، يضحك الناس بيه، يسوون مقاطع، ماكو غيرة أصلا بعد. وشوفوا المشاهدات مالتهم بالملايين، وقد برامج هادفة مو بحالها. هم يريدوا يحرفون هذا الموضوع، وبعض الفضائيات الصفراء كذلك، ومدعومة قلنا من الجهات خارجية. الحل احنا في أوقات محرم أفضل رد لهم هو المجالس الحسينية الهادفة، المجالس اللي تحاكي الشباب. الناس هاي الشباب ترى مساكين والله، يعني مو كل العبء يقع عليهم. عبء الإثبات والمشاكل يمنا احنا اللي نشوف نفسنا مخلصين وحسينيين ونخب ثقافية وعلمية، انه ما عرفنا نحتويهم. ذولي هاي المجالس الحسينية بالمساجد وبالساحات الموجودة، شوف تلم شباب كثر. ذولي نسمع كلمة صحيحة، يريد واحد يوعيه، يدليه الطريق الصحيح، لأن مساكين والله ذولي أكثرهم تايهين، وذولي أكثرهم داخل أكو بصيرة، بس أكو تراب عليها، الراد شوية توخر عنهم. يجمعوهم للحسين سلام الله عليه. الإنسان الفارغ يبحث عن ضوء، الناس تسترشد بالضوء، وماكو ضوء مثل الحسين. ماكو هيك ملحمة تاريخية، هيك رجل، هيك مقدس، أصحاب، أهل بيت، أطفال، نساء يسبن في سبيل قضية مركزية. شوف هذا العمق والعقيدة وين تكون، وين التفاهة اللي موجودة. خلينا نستثمر هذا الوقت حتى نخلص من نظام التفاهة، لأن بعدين سلام الله على الحسين راح يعاتبنا إنه الناس تحاسب على قدر عقولها. الشباب ذولي مسؤوليتنا، ولا تطردوهم. ايش ما يكون، اظل اقول لا تطرد احد من مجلس الحسين. ايش ما يكون، انت مو سبحانه وتعالى، بس شفت هو سبحانه وتعالى بنفسه ما حاسب انسان بالدنيا، تريد تحاسبه انت بالدنيا؟ لان قد يكون هذا اللي تشوفه انت حاليا تافه، قد يكون
في لحظة ما أولئك الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات يدخلون الجنة قبلي وقبلك. خلينا نكون لين يهدي الله بك رجلا خير ما طلعت عليه الشمس، كما قال سلام الله عليه نقلا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حاربوا التفاهة بمنظومة القيم اللي مع الأسف منظومة القيم بدأت تتفلش. خلينا نحاول نرجع جمعها، وأفضل طريق وأسهل طريق لأن هو طريق جاهز هو طريق الإمام الحسين سلام الله عليه. تحياتي.